أيها الداعي إلى الله، الداعي إلى التوحيد، لا بد أن ترفع رأسك بهذا العلم العظيم الذي ميزت به عن بقية الخلق. فدعاة التوحيد والسنة شرفهم الله وأعلى قدرهم ورفع منزلتهم بهذه الدعوة الطيبة المباركة. من حافظ عليها ومن دعا إليها، أي دعوة التوحيد والسنة، رفعه الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا. لذلك قلوب أهل الشرك تشمئز من دعوة التوحيد، بل ينفرون من أهل السنة بهذا. بل بعض دعاتهم أصيب بالمغص، لا أقول في بطنه، المغص يصاب في البطن عادة، لكن هذا أصابه المغص في عقله، فأصبح يقول هؤلاء ليس عندهم إلا شرك شرك شرك، توحيد توحيد توحيد. مرض بسبب هذه الكلمة. هذه الكلمة فيها نجاة للعباد من النار، هذه الكلمة فيها دعوة إلى الله، هذه الكلمة فيها تعليق الخلق بربهم وتعريفهم به تبارك وتعالى. إذ أن التوحيد هو بيان لربوبية الله جل وعلا وهي أفعاله، وبيان لألوهيته تبارك وتعالى، وبيان لأسمائه وصفاته. وشرف العلم من شرف المعلوم يا طلاب العلم.